السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم. وانا عارف ان انا جاي اقول الكلام ده وهو رمضان بيخلص، بس حقيقي وحرفيا انا ماليش اي دخل في التأخير ده كله. طبعا انتوا كلكم كنتوا متوقعين او مستنيين ان من بداية رمضان زي ما اتفقنا وزي ما قلنا على الانستجرام قصص كتير وحوارات وحاجات، بس كل الحاجات دي قلبت على دماغ اخوك وقلبت حرفيا بجحيم بعد ما قررت ان انا اعمل حركة غبية واروح اصور قصه بنفسي، مش مجرد انا احكيها وخلاص، لا ده احنا هنروح نصور. بس اخوك اتغدر بيه يا معلم. وكل ده بدا لما جات لي رساله على الايميل بتقول: ازيك يا عبود، انا عمر الفيومي، انا بحبك قوي يا صاحبي ومتابع كل القصص بتاعتك، وليك عندي قصه جامده قوي بس لازم انت اللي تيجي تعيشها بنفسك. وطبعا قلت هيا بينا، هو ده اللي انا بدور عليه. خدت شنطتي، خدت حاجاتي ولبست يا معلم. الموضوع كله بدأ برسالة على الإيميل زي ما قلت لك، شخص بيقول لي: ازيك عبود، أنا عمر الفيومي، متابعك وبشوف القصص بتاعتك، وليك عندي موضوع حلو قوي. أنا كنت شغال في مستشفى عندنا في البلد اسمها دار الأمل، كانت مستشفى بتاعت أمراض نفسية، حتى معزولة عن البلد في منطقة اسمها الجزيرة. والمستشفى دي اتقفلت من سنتين تقريبا بسبب حوادث موت حصلت فيها، يعني في أكتر من شخص مريض كان في المستشفى ومات. ومن بعد الكام حادثة دول الحكومة قفلت المستشفى وتحولت لمبنى مهجور، ومحدش بقى بيروح الجزيرة خالص. وده لأن كل اللي راح الجزيرة من بعد قفل المستشفى بيرجع بيهلوس ويحكي حاجات يعني ما بتتقالش غير في الأساطير. فلو حابب تيجي يا صاحبي ونروح أنا وأنت ونصور فيديو جامد أنا مستعد. طبعا الحماس خدني ورا مصنع الكراسي والفضول اشتغل يا صديق، وهوب رحت منزل على الانستجرام: يا رجالة إيه رأيكم نعمل قصة جديدة بس هنصورها بنفسنا. رفعت الاستوري بعدها تقريبا بثانيتين، يعني هي مجرد ما الاستوري بقت على الانستجرام الرسالة التانية جات لي، والرسالة مكتوب فيها: أنا عمر وده رقمي، ابعت لي أي حاجة على الواتس عشان ابعت لك اللوكيشن. شوفوا، وأنا الصراحة يعني قلقت شوية من السرعة، اللي هو كأنه قاعد مستنينا على الانستجرام، مستني أنا هقول كده عشان يبعت لي كده. بس طبعا زي ما قلت لك أنا دماغي مش معايا، أنا دماغي ورا مصنع الكراسي هي والفضول دلوقتي. فرحت بقيت له: قشطة يا زميلي، تمام التمام، ابعت لي اللوكيشن. وعايز اقول لك يمكن ما نمتش ساعتين على بعض، واول ما النهار طلع الساعه 7 تقريبا الصبح رحت طالب اوبر ومديله اللوكيشن وانطلقنا. وتقريبا بعد ساعه على الطريق الصحراوي قلت خلاص احنا بدأنا نقرب، فبدأت اتصل بمين؟ بعمر الفيومي. رد يا عمر. عمر ما بيردش. تقريبا مليون مكالمه عمر مش بيرد، وفي الاخر تليفونه بقى خارج الخدمه. وطبعا انا في حيره ارجع ولا اكمل، لغايه ما اتفاجئت ان احنا خلاص وصلنا على شاطئ بحر كده، والراجل وقف وقال لي المفروض ان ده اللوكيشن. طيب انزل، مفيش حد، يعني بحر بس بحر معلوش ولا بني ادم. طب اروح فين؟ طب ارجع؟ طب استنى واتصل بعمر؟ عمر مقفول. فضلنا على الحال ده تقريبا اكتر من نص ساعه لغايه ما خلاص زهقت. خلاص قررت ان انا هلف بنفس الاوبر وارجع تاني. يا دوب انا قررت اعمل كده ولقيت واحد جاي في البحر ده، هو مش بحر، هو عارف زي النيل او نص نيل كده، هي ترعه كبيره يعني بحيره. لقيت واحد جاي بمركب كده في النص وعمال يقول: يا استاذ احمد، يا استاذ احمد. فوقفنا تمام خلاص. عمر اهو. عمر مين؟ الراجل اللي جاي ده راجل فوق ال 99 سنه، راجل كبير قوي. فالمهم فضلت مستني لغايه ما وصل عندنا. بيقول لي: انت جاي لعمر صح؟ قلت له: جاي لعمر. قال لي: طيب انا عمك زكريا، عمر بس جاله مشوار البلد، نزل لغايه البلد وهيرجع، وقال لي انك لو جيت اخدك اوصلك وان شاء الله هو هيحصلنا. قلت له: طيب تمام. نزل يا عم الحاجه من العربيه، حطها في المركب، حاسب الاوبر، سلام عليكم، وانطلق في البحيره دي. ويا دوب يا معلم ركبنا المركب او القارب ده، هو قارب كده اللي هو بيشيل 4-5 انفار بالكتير يعني. ركبنا وبدانا نمشي جوه البحر، وتحس ان عمك زكريا ده حد قطع لسانه. طب عم زكريا انت تعرف حاجه عن الجزيره اللي احنا رايحينها دي؟ صوت صرصور الحقل. طب هو عمر قال لك انه هيتاخر؟ صوت صرصورين الحقل. تنهارك ازرق يا عم زكريا. المهم الراجل فعلا يعني رعبني بعدم ردوده، هو عمال يقدف بالمركب وخلاص، ما هو مش شايفني اساسا. وصلنا يعني، فضل شويه في البحر لغايه ما بدات تظهر الجزيره كده. وصلنا على اول الجزيره ولقيته واقف وقال لي: يلا اتفضل. قال: لا طب ما انت بتنطق اهو. المهم يعني ما علينا، رحت منزل الحاجه وساعدني هو كمان صراحه، نزل معايا الحاجه وزي الفل. يلا بقى يا عم زكريا. قال لي: لا يلا فين؟ قلت له: يلا مش هننزل هنا ولا ايه؟ قال: لا انت اللي هتنزل هنا، انما انا هفضل واقف هنا مستني عمر، اول ما يتصل بيا هرجع اجيبه لك واجي. طب انا هروح فين دلوقتي يا عم زكريا؟ انا ما اعرفش حاجه هنا. قال لي: انت هتستنى هنا بس ما تقلقش.
فبعد ما وقفت شويه قلت طب ايه، ما انا استغل الموضوع، ادخل كده اخد كام مشهد للجزيره من بره لغايه ما يجي عمر. المهم فعلا خدت الكاميرا، بدات الف جوه الجزيره. الجزيره عباره عن ايه؟ عن ارض دايره كده في وسط الميه، ونجيل وزرع وشجر، بس يعني مفيش اي حاجه تاني. فضلت اخد ايه كام مشهد تك 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 لغايه ما ايه ظهر قدام عيني مبنى. قلت لا انا هروح بقى اخد مشهدين هناك. طب ايه، هرجع بس اعرف عم زكريا ان انا هبعد عنه، مش يشوفني بعدت فيسيبني، انا يعني برضو خايف. رجعت اقول له عم زكريا، مفيش عم زكريا، مفيش عم زكريا، لدرجه ان انا قلت يمكن انا تهت مثلا، رجعت في ناحيه غلط. لفيت الجزيره حرفيا كلها، مفيش عم زكريا، مفيش اي شيء غير البحر او النيل اللي انا فيه ده، او النيله اللي انا فيها دي، هو مش نيل خالص. وفضلت يا صاحبي مرمي الرميه السوداء دي، لا انيس ولا ونيس، لوحدي شريدا في هذه الجزيره الملعونه، لغايه ما خلاص الساعه داخله في 11 بالليل، التليفون مفيش شبكه، مفيش اي اتصال بالعالم التاني ده خالص، يعني انا بقيت في عالم تاني حرفيا لوحدي. خلاص رحت مطلع الاكل اللي كنت جايبه، كنت جايب سندوتشات وبتاع، فاكر نفسي يعني طالع رحله وجايب دومتي سندوتش. المهم رحت مطلع الاكل، اكلت ورحت مولع ولاعيه كده، جزيره مليانه شجر وخشب وبتاع، ولعت ولاعيه على الاقل تنور يعني تقول ان في حاجه هنا. وفضلت قاعد 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 لغايه ما حد طبطب على كتفي. عايز اقول لك بقى في اللحظه دي انا مش اتخضيت، مش اعصابي مش عارف ايه، مش شعري وقف زي ما بنقول من الخوف، لا انا سقطت نسخه. انا هنكت شاشه سودة قدام عينيا، مش عارف، ثابت كده وخايف الف وشي، وده الطبيعي، انا عارف ان الف وشي بقى القع وايه وكده. فعايز اقول لك ان انا من كتر الخوف مش هقول بليت البنطلون، انا طفيت النار اللي قدامي. كانت بجد لحظه من اسوأ اللحظات اللي عدت على الواحد. بس خلاص غصب عنك تبص، وخصوصا لما تسمع صوت جميل، صوت رقيق بيقول لك انت قاعد لوحدك ليه؟ قاعد لوحدي، كنت بتشمس، قاعد لوحدي ليه؟ لفيت وشي طبعا على الصوت، لقيت بنت جميله قوي، بجد بنت جميله قوي، ومش شكلها غريب، يعني مش هقول لك بقى لابسه ابيض في ابيض، لا بنوته عاديه، بس مش فاكر اي حاجه صراحه من لبسها. المهم قاعد لوحدك ليه؟ انا من النوع اللي لما بتعرض لموقف زي ده تلاقيني بدات اتكلم بتلقائيه وبعفويه وعادي، فاهم؟ فقلت لها لا عادي، يعني كنت جاي هنا بغير جو، قاعد شويه مع نفسي، طب ممكن اقعد معاك؟ اه طبعا، اتفضلي، يا نهار ازرق، اتفضلي يا ماما. قعدت. اسمك ايه؟ انا اسمي احمد. وايه اللي جايبك هنا بقى يا احمد؟ ده مفيش، كنت جاي كده، اصحابي قالوا لي ان الجزيره هنا هاديه وجوها جميل، فكنت جاي يعني ايه اقعد شويه مع نفسي وكده. بدات تتناقش في كل امور الحياه، في كل شيء يخصني، وانت مرتبط ولا مش مرتبط ومش عارف ايه. بس اللي انا واخد بالي منه او لافت انتباهي في اسلوب البنوته دي، انها بتضحك، او انها مش منفشخه للحياه، في ابتسامه بلهاء كده، اللي هو وانت كنت جاي تعمل ايه هنا بقى؟ وانت اسمك ايه؟ وانا اعصابي بتسيب. ففي وسط الكلام كده بقول لها طب وانت بقى ايه اللي جايبك هنا، يعني مكان زي ده جايه لوحدك تعملي ايه؟ قالت لا انا هنا بقالي سنين. انا عارف الجمله دي، سمعتها في القصص قبل كده. طب بقالك هنا ايه اللي جابك يعني، وقاعده ليه بقالك سنين هنا؟ قالت انا من ساعه ما مت وانا ما فارقتش الجزيره. من ساعه ما ايه انت اسمك ايه؟ قالت انا شريفه. يا نهار ازرق، انا وسهلا يا شريفه، من ساعه ما مت ازاي مش فاهم؟ قالت ما اصل انا كنت مريضه وكانوا حاطيني في المستشفى دي، هم كانوا بيقولوا ان انا مجنونه، لكن انا والله مش مجنونه، هم اللي كانوا مجانين وكانوا قاصدين يخلوني مجنونه. طب ليه؟ مين هم دول وليه كانوا عايزين يخلوكي كده؟ يعني وضع عليك العقل طبعا ما شاء الله عليك، يعني ليه عملوا معاكي كده يا شريفة؟ قالت لأنه هو كان عايز يعمل معايا حاجات ما يصحش، فلما منعته قدر يحبسني. ده هو مين ده؟ قالت فؤاد. نهار ازرق، فؤاد مين يا انا ما خلصتش من عمر وزكريا اللي جابوني، اطلعي انت وفؤاد. مين فؤاد؟ قالت لي فؤاد ده كان ابن الباشا اللي انا شغاله عنده، ووقتها
كنت انا بقى بنت جميله. قلت لها لا انت ما شاء الله انت لسه جميله يا شريفه. انا قلت الجمله دي والله انا قاصد اللي هو ايه، مشي امورك. فجاه اتحولت، قصدك ايه جميل دي؟ وصوتها اتغير. قلت لها لا مش قصدي حاجه والله، بس قصدي انك يعني مين فؤاد؟ عمل ايه فؤاد؟ قالت لي فؤاد ده كان ابن الباشا، وانا كان المفروض رايحه هناك عشان اطبخ واعمل اكل بس، ولقيته عمال يبص بصات مش طبيعيه. قلت له ما تحترم نفسك ياض. راح جايب البتاع وراح جاي ماسكني مكتفني وراح رميني في الارض. فضلت اصرخ لغايه ما الايه الناس كلها اتلمت اللي في البيت وشالوني، بس قالوا لي لو جبت سيره هتبقى اخر مره تتكلمي فيها. وخرجت من البيت فعلا وما اتكلمتش، بس هو فضل يطاردني كتير وما سابنيش. وبابا في الوقت ده قرر انه يروح يعمل محضر بعدم التعرض عشان انا ما بقيتش عارف امشي في الشارع منه. قلت لها تمام، يعني انا تقريبا بدأت افهم، قولي بقى ايه اللي جاي. قالت لي بعد كده تهجم عليا تاني في وسط الطريق اللي هناك، الطريق البحري. انا لا عارف بحري ولا عارف قبلي ولا انا فاهم انت بتقول ايه. قلت لها قالت فضلت اصرخ ومسكت طوبه ورحت ضربه على دماغه اتعور، وسبته سايح في دمه وطلعت اجري على بيتنا استخبيت لغايه ما تاني يوم الصبح جم بالاسعاف وكتفوني وخدوني بالعافيه من ابويا وامي وجابوني هنا. ومن ساعتها بقيت اسمي شريفه المجنونه. طبعا يا صديقي انا قاعد بسمع الكلام ده وانا في حاله اسبهلال، حرفيا نص دماغي بيحاول يستوعب اللي هي بتقوله، يجمع قصه من اللي هي بتحكيه، ونص دماغي التاني هي دي انس ولا جن، يعني دي روبوت ولا ذكاء اصطناعي، ما انا مش فاهم يعني ايه الوضع اللي انا فيه، انا مش عارفه. وهي كملت كلام ولقيتها بتقول لي لغايه بقى ما قعدوا يقولوا شريفه المجنونه شريفه المجنونه، وفجاه قالوا لي تعالي يا شريفه جايلك زياره. ولما خرجت اشوف مين اللي جايلي الزياره ده لقيته فؤاد. واول ما دخل فؤاد قفلوا المكتب علينا وخرج مدير المستشفى وسابوني معاه لوحدي. قعدت اقول له انت عايز ايه يا فؤاد؟ يقول لي انا عايز اللي قلت لك عليه قبل كده. وانا طبعا خايفه، ده حرام، ده مش هينفع يا استاذ احمد. قلت له طبعا لا ما ينفعش، انت عندك حق. قالت فضل يحاول معايا كتير ولما معرفش يعمل معايا حاجه راح قتلني. طب لا لما هو قتلك عايز انت مين بقى؟ يعني انت المرحوم الله يبارك لك، يعني انت مين؟ كملت كلامها وقعدت تحكي القصه انهم بعد ما قتلوني خدوني ودفنوني في الجزيره ورا المستشفى دي ومش عارف ايه. كل الكلام ده بيتقال وانا خلاص، انا حد بيكلمك وبيقول لك انا اللي قتلوني، فاهم؟ انا المرحوم الله يرحمني، مش عارف اعمل اي حاجه. فجاه وانا بتكلم او هي بتتكلم لقيتها بتقول لي انا المفروض دلوقتي اقوم امشي علشان محدش يشوفني. قلت لها طيب تمام قومي. قالت لي وانت كمان لازم تنام، الوقت اتاخر. قلت لها حاضر، انا بعد ما انت تقومي دلوقتي انا هقوم انام دلوقتي. قالت لي لا ما تنامش، انا هخليك تنام بسرعه. قلت لها هتعملي ايه؟ انا بقول هتعملي ايه؟ ودي راحت ماسكه خشبه ودب على دماغي. طبعا زي ما قلت لك من شويه انا كنت مهنج، دلوقتي جبت شاشه. الدنيا اسودت مجرد ما خبطتني الخبطه دي، الدنيا اسودت ومعرفش عدى قد ايه من الوقت. المهم ان انا بدات احس بلسعه شمس وبفتح عيني وانا نايم، ولقيت نفسي فعلا نايم على حرف الجزيره جنب الميه. فقمت مش عارف اروح فين بقى، لسه الموقف هو ابص في تليفوني الله يبارك له فصل شحن، انعزلت عن العالم اكمله. هو كده التليفون ما كانش فيه شبكه، بس على الاقل كنت عارف اشوف الساعه كام. قمت احاول اجري في الجزيره يمين شمال اوصل لاي حد، لغايه ما لقيت نفسي فجاه قدام باب المستشفى والباب مفتوح وبقول لك تعالى. المفروض انه لا، المفروض ان في الوقت ده انت بتهرب مش بتقرب، لكن فجاه تطلع من الباب شريفه وتقول لي تعالى انا كنت عارفه انك هتصحى تيجي على هنا. انت نهار اهلك ازرق يا شريف. مش عارف طب اجري؟ طب هي المرحومه لو جريت منها هسبقها؟ ولو اصلا سبقتها هروح فين؟ انط في الميه؟ يعني انا بعوم عوم كلابي، مش هعرف اعوم في النيل ده كله. المهم مفيش امل او مفيش حل غير ان انت فعلا تقرب. رحت مقرب من المستشفى ودخلت المستشفى. تحسها انها مش مستشفى، هو بيت كبير او مبنى، كان بيت او سكن عائلي وقلبوه المستشفى. اول ما دخلت طرقه ضيقه وابواب اوض كتير يمين وشمال.
لغاية ما جت عيني على باب اسمه الأرشيف، براود نفسي أدخل أو لأ أدخل أو لأ. وإيه ده؟ هي فين شريفة؟ مش هي المفروض كانت على الباب وهي اللي قالت لي ادخل؟ أبص يمين أبص شمال، شريفة اختفت. وقفت في اللحظة دي بترعش، وفعليا جسمي بيجيب ميه من كل حتة، اللي هو مش عارف أعمل إيه. هوب باب الأرشيف يتفتح وشريفة واقفة جوه تقول لي تعالى خش. دخلت. ومجرد ما دخلت من باب الأرشيف ده لقيت شريفة راحت رد الباب قفلته، وحرفيا اللي جه في عقلي وقتها قلت بس شريفة بتطلع تصطاد أي شاب تجيبه هنا وتعوض اللي كان فؤاد عايز يعمله فيها. أنا داخل لا شك ميت، أنا هموت دلوقتي. لكن لقيت شريفة قفلت الباب وفضلت ترجع بظهرها، يعني ما لفتش تديني ظهرها، فضلت ترجع كده وهي وشها في وشي لغاية ما وصلت للشباك. وجت عند الشباك وقالت لي اوعى حد يعرف ان انا اللي جبتك هنا. بس مش بصوت شريفة، مش بصوت البنوتة اللي كانت معايا بالليل اللي هو فيه ضحك وتفاهة في الطريقة بتاعت الكلام، لا ده صوت كله رعب، كأنه جؤار بتاع حيوان شرس. وقالت الكلمتين واتحدفت بظهرها من الشباك. شريفة وقعت من الشباك. يا نهار اسود. طبعا بكل تلقائية طلعت اجري وراها على الشباك علشان يعني اشوفها. لقيت ان انا تقريبا واقف في الدور 20، مع ان انا ما طلعتش ولا درجة سلم. انا دخلت من باب المستشفى دي في الطرقة، دخلت على الأوضة اللي هي كانت فيها وشاورت لي. فبص من الشباك انا واقف في الدور 20، المسافة بعيد عن الارض، وشريفة مرمية تحت. ارجع بظهرك يا معلم. رجعت بظهري وبدأت ابص في الأوضة. أوضة كلها أرفف، طبعا في مكتب في الجنب كده وكلها أرفف مليانة ملفات. قعدت أبص، أنا مش عارف أعمل إيه ومش عارف المفروض أنا إيه اللي جابني هنا أصلا. لغاية ما بدأت أقلب في الملفات، بقلبها كلها في الأرض. ليه معرفش، بس اللي هو واحد اتحبس، واحد خلاص مش عارف يعمل إيه. من ضمن الورق اللي بيقع الملف اللي يتكفي قدام عينك وطبيعي يبقى مكتوب عليه شريفة، اسم المريضة أو اسم المريض شريفة. مسكت الملف وافتح، ورق ابيض. الملف كله ورق ابيض، مفيش كلمة مفيش حرف، هو بس من بره اسم المريض شريفة وبس يا معلم. قعدت حرفيا يومين 3، المهم ان انا فضلت لدرجة اني بموت من الجوع. خلاص انا حاسس بجوع وعطش مش طبيعي. انا بقالي ايام هنا، انا شايف بس من الشباك الليل والنور بيجي، النهار يطلع والليل يرجع. مش عارف اعمل ايه ومش عارف اروح فين. لغاية ما في ليلة برضو خلاص الليل مليل وانا مرمي في الارض، ما فيش اي قوة ولا اي حركة، لقيت الباب بيتفتح وشريفة داخلة. ازيك؟ اهلا، ازيك يا شريفة، عاملة ايه؟ انت ايه اللي مرقدك كده؟ قلت لها مفيش، ما انت من ساعة ما قفلت الباب ومشيتي وانا مش عارف اخرج. قالت لي لا انا ما مشيتش، بس فؤاد كان واقف وراك. يا شريف انا جسمي نمل، فؤاد مين اللي كان واقف ورايا؟ قالت لي فؤاد كان واقف وراك ولقيته بيعملني كده، عشان كده انا اضطريت انط من الشباك. قلت لها ايه ده انت نطيتي من الشباك؟ قالت نطيت. وما انت مفكر ايه، اصل الشباك قريب، احنا في الدور الارضي، فنطيت وهربت. قلت لها طيب جدع، طب انا عايز اخرج يا شريفة من هنا. قالت لي تعالى هخرجك. راحت طالعه نطه من الشباك، ابص متر، يعني هو فعلا شباك اوضه في الدور الارضي. نطت، رحت نطت وراها، مشيت لغايه البحر وانا ماشي وراها. جت عند الميه قالت لي انت شوف بقى مين هيروحك. قلت لها طب انا مين اللي جابني عشان اروح يا شريفه؟ قالت لي معرفش، انا اللي جابني فؤاد واللي هيمشيني فؤاد. وهوب راحت لفه وشها وبوم في الميه، طياره ماشيه في الميه، واختفت شريفة عن عيني وانا واقف لوحدي. قعدت خلاص، يعني مفيش اي امل للحياة. حتى المكان اللي انا خرجت فيه ده بعيد عن الشط اللي انا سايب فيه حاجتي، لا معايا ولاعة ولع بيها ولا اي حاجة. فضلت قاعد مكاني لغاية ما بدأت احس بالدنيا بتلف، انا فعليا بفقد الوعي وخلاص دخت وغمضت. صحيت على ميه بتدلق على وشي، وانت يا ابني انت يا استاذ يا كابتن. بدأت افوق، ناس بتشربني ميه وشويه ناس كتار كده. انت ايه اللي جابك هنا؟
لسه عايز استوعب طب انا مين ولا انا فين عشان اعرف ارد او احكي اي حوار. اتفاجئت ان انا على شط فعلا والميه جنبي، ودول صيادين يعني ناس راكنين المركب ونزلوا كده لما لقوني مرمي على الشط. فصحيت قلت لهم ده انا واحد صاحبي جابني هنا وتليفونه اتقفل ومش عارف ارجع، وكنا جايين عشان نبص على الجزيره. نو جزيره. شفت العيال بتاع التيك توك اللي يقول لك نو اند نو، نو تورته نو جاتو، حرفيا نو اي شيء. انا على ارض ناشفه متفلقه من كتر النشفان والشمس، ويا دوب هو الحرف اللي مبلول ميه من النيل. ازبهلت لي فجاه كده وقلت لهم انا ما اعرفش ايه اللي جابني هنا، لغايه ما لقيت راجل كبير فيهم بيقول لي لا حول ولا قوه الا بالله، قوم يا ابني علشان نوصلك للبر وما تجيش مكان زي ده تاني. ركبنا المركب واتحركنا، يا دوب عدينا مثلا 100 متر في الميه واتفاجئت بمركب جاي في وشنا، مركب صغير. المركب معدي فيه 3